يا جماعة عندنا النهاردة موضوع مهم جدا هيفاجئكم. كنتم تعرفوا ان في حاجة في الارض العربية زي الفوسفات اللي ممكن تحرك الاقتصاد العالمي وتغير حياة ملايين المزارعين؟ النهاردة هنتكلم عن المغرب، البلد اللي بيمتلك اكتر من 70% من احتياطي الفوسفات العالمي، واللي بيلعب دور مهم في حياة كل فلاح في مصر وبلدان كتير حوالين العالم. خليكم معانا عشان نعرف تفاصيل اكتر عن القوة الجبارة اللي جايه من المغرب، وازاي بتاثر على الزراعه مش بس في مصر لكن في العالم كله. خلونا نبتدي الاول ونسال سؤال بسيط: ايه هو الفوسفات؟ وليه بقى كانه الكنز اللي الكل بيدور عليه؟ الفوسفات هو معدن طبيعي بيطلع من الارض، وهو المصدر الاساسي لعنصر الفوسفور اللي النباتات بتحتاجه عشان تكبر وتزدهر. ببساطه الفوسفات هو اللي بيساعد الجذور تكبر، الاوراق تخضر، الثمار تتكاثر. يعني الفلاح لما يزرع اي محصول سواء قمح او ارز او حتى طماطم وبطاطس محتاج يدخل الفوسفور للتربه عشان يبقى الانتاج ضخم وكويس. بدون الفوسفات الزراعه هتبقى شبه مستحيله. نيجي للنقطة اللي هتفاجئك: المغرب البلد العربي الجميل اللي كلنا عارفينه بتاريخه وثقافته، هو كمان البلد اللي بيمتلك أكتر احتياطي فوسفات في العالم. تخيلوا ان المغرب بيملك حوالي 70% من كل الفوسفات الموجودة في الكوكب. والمغرب مش بيكتفي بس انه يستخرج الفوسفات الخام، لا ده بيصنعه وبيحوله لأسمدة ومواد تانية بتساعد في تحسين الانتاج الزراعي في العالم كله. المغرب بيدير احتياطاته الضخمة من خلال عملاق الصناعة الأوسو بي جروب، المكتب الشريف للفوسفات، اللي بيدير عمليات ضخمة لتعدين ومعالجة الفوسفات، وبيقدر يصدر المنتجات دي لأكثر من 160 دولة حول العالم. ده بيدخل المغرب كواحد من اللاعبين الرئيسيين في الصناعة دي، لدرجة انه بيوفر تقريبا يا مؤمن 28% من السوق العالمي للأسمدة الفوسفاتية. كمان هو اللاعب الرئيس في سوق الفوسفات العالمي. عايز اقول ان شركة الاوسو بي المغربية هي العقل المدبر لكل اللي بيحصل في صناعة الفوسفات. الشركة دي بدأت سنة 1920، لكن النهاردة بقت واحدة من اكبر شركات التعدين في العالم. اللي حصل انهم حولوا الفوسفات من مجرد معدن طبيعي لعنصر لطيف ولذيذ الى صناعة اسمدة ضخمة متعددة الانواع. وده من خلال مصطفى الطراب، راجل ألماني خريج MIT، هو الرئيس التنفيذي للشركة من سنة 2006، وهو الشخص اللي حول الشركة من مجرد شركة محلية لشركة عملاقة بتتحكم في سوق الفوسفات العالمي. في سنة 2022 الأوسو بي وصلت إيراداتها لحوالي 11.3 مليار دولار يا سيدي، وده رقم ضخم بيعكس مدى قوة الشركة وتأثيرها في السوق العالمي. الأوسو بي بتنتج الداب، منتجات معقدة، والماب، فوسفات الأمونيوم الثنائي وفوسفات الأمونيوم الأحادي، وبتصدرهم لدول زي الهند اللي بتعتبر واحدة من أكبر المستوردين للفوسفات من المغرب. طبعا كلنا عارفين الهند ومدى قوتها في عالم الزراعة، وبتصدر وبتستورد وبتتحكم في مواد غذائية قد إيه حوالين العالم. المغرب مش بس بيوجه أنظاره للأسواق العالمية الكبرى زي أوروبا وأمريكا، هو كمان بيبص على إفريقيا، القارة الجميلة اللي بتعتبر سوق واعد جدا للأسمدة. المغرب بيشتغل على إنه يزود إنتاج الأسمدة بأسعار تتناسب مع المزارعين الصغار في إفريقيا، وبيعمل شراكات قوية مع دول زي نيجيريا وإثيوبيا، واللي هدف منه إنهم يخلوا القارة دي أكثر إنتاجية باستخدام الأسمدة الفوسفاتية المخصصة للتربة هناك. ومن الجانب الآسيوي المغرب بيساهم بشكل أساسي في تلبية احتياجات دول زي الهند اللي بتعتمد بشكل كبير على الفوسفات المغربي لتلبية احتياجاتها. في 2021 الأوسو بي عملت صفقة ضخمة مع الهند لتوريد أكثر من 1.7 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية. رغم القوة العظيمة دي، صناعة الفوسفات مش بتعدي من غير تحديات. أول حاجة في تحدي بيئي كبير، لأن استخراج الفوسفات وتعدينه بيأثر على البيئة بشكل كبير. المغرب عارف أهمية الحفاظ على البيئة وبدأ يستخدم تقنيات حديثة في تحلية المياه والطاقة المتجددة لتقليل الضرر البيئي.
الأسو بي على سبيل المثال بتركز على استغلال الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون، وهي بتحقق جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ده مش بس بيساعدهم في حفاظهم على البيئة، لكن كمان بيوفر تكاليف كبيرة. الفلاح المصري زي ملايين الفلاحين حوالين العالم بيستفيد بشكل كبير من الفوسفات المغربي، والأسمدة اللي بتتوفر للفلاح في مصر غالبا بتيجي من المغرب. الأنواع زي الداب والتي اس بي بتساعد الفلاحين إنهم يحسنوا جودة المحاصيل ويزودوا الإنتاج. في مصر الأسمدة دي بتدعم زراعة محاصيل استراتيجية زي القمح والأرز اللي مصر بتعتمد عليها بشكل كبير لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. الفلاح المصري بيواجه تحديات في تكلفة الأسمدة، لكن استيراد الأسمدة الفوسفاتية من المغرب بيقدر يساهم في تلبية الطلب المحلي بأسعار مناسبة نسبيا. مصر بتواجه تحديات كتير في قطاع الزراعة زي نقص المياه، ارتفاع تكلفة الأسمدة، تدهور التربة في بعض المناطق. هنا بيجي دور الفوسفات المغربي كحل رئيس. الأسمدة الفوسفاتية بترفع كفاءة الإنتاجية وبتزود قدرة الأرض على التحمل، وده بيساعد الفلاح المصري إنه يزرع أكتر بموارد أقل. في 2020 المغرب زود مصر بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية، وده بيساهم في تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المصري. المستقبل هيكون للفوسفات، والزراعة المستدامة دايما لازم تحمي صناعة الفوسفات، ولازم تكيف نفسها إنها تكون متوافقة مع متطلبات زراعة الفوسفات. في الزراعة هيكون عن الاستدامة، وإننا نقدر نوصل لطرق أفضل لاستخدام الموارد الطبيعية من غير ما نستهلكها. المغرب بيقود الجهود دي على مستوى العالم، ومش بعيد إننا نشوف مصر كمان بتتعاون مع المغرب في تطوير تقنيات جديدة لاستخدام الفوسفات في الزراعة المستدامة. الأوسو بي بتعتمد على تكنولوجيا حديثة جدا في إنتاج الأسمدة اللي بتحلل ببطء وبتحافظ على خصوبة التربة لفترات أطول. ده النوع من الابتكار اللي هيكون ضروري في السنوات الجاية لتلبية احتياجات الزراعة المستدامة. وفي نهاية الحلقة دي، الفوسفات مش مجرد معدن موجود في الأرض، ده قوة بتحرك الاقتصاد العالمي وبتأثر على حياة كل فلاح في العالم سواء في مصر أو غيرها. المغرب هو القوة واللاعب الأساسي والأسو بي هي اللاعب الأساسي في الصناعة دي، وبتحدد شكل الزراعة في المستقبل. لازم نبقى دايما عارفين إن الموارد الطبيعية اللي عندنا هي كنز حقيقي، والمغرب بيثبت كل يوم إنه عارف يستغل الكنز ده بطريقة ذكية. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وانتظرونا في الحلقة الجاية.